هنسمع الإعلامية الكويتية عائشة السيد بتحكي عن مكالمة تليفونية بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي. يا ريت الحكام العرب يدوا تفويض للسيسي وملك الأردن اللي هيعملوا اجتماع مع الرئيس الأمريكي يوم 18 فبراير ويطلعوا برسالة من جامعة الدول العربية تمثل الشعوب العربية، رسالة واضحة وصريحة زي رسالة البابا توادرس اللي هتسمعوها. وللعلم كان موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي الله يحفظه ويطول بعمره ثابت، ورفض كل اللي قال له ترامب. قال له الآتي: تقبل الفلسطينيين ولا أفرض عليك عقوبات اقتصادية. قال له تقبل الفلسطينيين أحلك سد النهضة، تقبل الفلسطينيين ولا ماكو معونات عسكرية أو معونات اقتصادية. والله تحية إجلال وإكبار لهذا الرجل الذي كان صلبا. ودعوني هنا أشير إلى ثوابت الموقف المصري التاريخي بالنسبة للقضية الفلسطينية. وهنا لا يمكن أبدا الحياد أو التنازل بأي شكل كان عن تلك الثوابت. وعندما أشير للثوابت فإنني أعني بذلك الأسس الجوهرية التي يقوم عليها الموقف المصري، والتي تشمل بالقطع إنشاء الدولة الفلسطينية والحفاظ على مقومات تلك الدولة وبالأخص شعبها وإقليمها. أقول ذلك بمناسبة ما يتردد بشأن موضوع تهجير الفلسطينيين، وأود أن أطمئن الشعب المصري بأنه لا يمكن أبدا التساهل أو السماح بالبساس بالأمن القومي المصري. وأطمئنكم إن وحدة العرب لما يتحدوا كلهم مع بعض يبقوا قوة ما يقدرش حد خارج الدائرة العربية عليهم. مشكلة العرب الأولى إنهم بينهم وبين بعض انقسام بصراحة كده. يعني لو الكل أجمعوا مع بعض بفكر واحد، وحدة في الصف ووحدة في الفكر، هيبقوا قوة جبارة محدش يقدر يفكر فيها وفي تقسيمها بسهولة. دي نمرة واحد. نمرة اتنين: العدو يفكر كما يشاء، لكن نحن ايه رد الفعل عندنا؟ ايه الريسبونس بالنسبة لنا؟ جنسنا ايه؟ ما يقدرش الغرب يقسم بلادنا الا لو كنا احنا منقسمين على البعض من الاصل. مخابرات الدول دلوقتي ما بتنامش بعد تصريحات ترامب، بس يا ترى ما خطرش على بالك ان في خطة تانية غير الخطة والتصريحات المعلنة؟ صحيفة تايم اوف اسرائيل قالت مصر بتحذر ان خطة ترامب بشأن غزة بتعرض معاهدة السلام مع اسرائيل للخطر. الرسالة تم نقلها لوزارة الخارجية واعضاء الكونجرس والى البنتاجون الامريكي. تم نقل الرسالة لإسرائيل وحلفائها في أوروبا الغربية بما في ذلك بريطانيا وفرنسا وألمانيا. رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية اللي هو شلومي رئيس مديرية المخابرات العسكرية قال للقادة السياسيين استعدوا لشهر رمضان بسبب مخاوف من خطة ترامب هتشعل المنطقة. شكرا ترامب لأنك بتنفذ إرادة الله ووعد الله حق. تحياتي ليكم. شكرا ترامب. وهقول لك ليه. الكل بيحلل مواقف وتصريحات قنوات إخبارية عربية وأجنبية ومواقع سوشيال ميديا بتعمل لقاءات مع سياسيين وخبراء عسكريين.